أوقات بنقع تحت ضغوط تفطس وبنكون عارفين إيه اللي المفروض يتعمل لكن مش قادرين نعمله. مشلولة دماغنا عن التفكير رغم المعرفة، وواقفة حركتنا عن تنفيذ أي معرفة بشكل عملي. فتلاقي واحد ولا اتنين يوعظوك عظات مش وقتها تماما. على فكرة الشخص المضغوط بيكون عارف كويس قوي اللي انت بتقوله، ولو حطيت نفسك مكانه مش هتضمن رد فعلك هيكون ايه، ويمكن تبقى مش طايق أي حد يوعظك. ساعات الناس في المواقف الصعبة مش محتاجة تسمع أي كلام، ساعات صمتك هو أفضل حاجة تقدمها لشخص مضغوط، لأنه جايز يكون هو شخصيا مصدوم في نفسه ورد فعله، ويمكن يكون محتاج لإيدين طيبة تطبطب وتسند بشكل عملي مش كلام وعظ. في موقف صعب تعرضت له واحدة ست عايشة وسط شعب المفروض إنه شعب الله. كتاب مقدس سماها المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، يعني ست مسكوها رجال الدين وهي بتزني. متخيل الوضع المخجل اللي كانت فيه؟ وطبعا هم عارفين حكم الناموس عليها ايه، وهو الرجم لحد ما تموت. وجابوها ورموها عند رجلين المسيح وقالوا له تحكم عليها بايه. لكن حكمة الرب ورحمته بانت لما سألهم لو أي حد فيكم بدون أي خطية يرميها بالحجر. يا لما الواحد يتحط قصاد نفسه ويفتكر إنه أحسن من غيره، ولما تواجهوا بسؤال يسوع اتسرسبوا كل واحد ورا التاني، لأن كل واحد عنده اللي يخجل منه. وفضل في المشهد يسوع والست الخاطية بس، وسألها يسوع سؤال ممزوج بالرحمة والحق: أما دانك أحد؟ ردت وقالت: لا يا سيد. أطلقها يسوع برحمته، لكن بقداسته وحقه قال لها: اذهبي ولا تخطئي. يا ترى لو ظهرت أفكارك ودوافعك على شاشة قصاد الناس هتشعر بإيه؟ قلوبنا اللي لسه فيها فساد بتبقى عايزة تسقط ضعفها على اللي حواليها، ولما تمسك الحق أو تعرفه تحط سيف على رقبة اللي حواليها يحنيها ويكسرها. فكرة عشان تفكر.